السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. بيبي شارك جوه التانك. النهاردة هنتكلم برضك عن نوع كتير من سلسلة التأكيل للأسماك. شغالين عليها بقالنا فترة. خلصنا الفيديو بتاع الدافنيا وخلصنا الفيديو بتاع الأرتيميا، والحمد لله دلوقتي هنتكلم في الفيديو بتاع الميل وورم والسوبر وورم. فطبعا هو الموضوع ده ممكن يكون مقزز لبعض الناس زي ما كان هو مقزز ليا، بس عادي يعني في سبيل التأكيل وفي سبيل التغذية. الواحد ممكن يعمل أي حاجة مقابل دوت. وعادي ممكن ما تعملش معاهم بإيدك لو الشخص بيقرف. أنا جايب لهم جفت مخصوص. طبعا هما بياكلوا شوفان، بياكلوا العلف بتاع الدواجن. بس دول طبعا غاليين جدا دلوقتي، فطبعا انا بعيد كل البعد عنهم. انا يا دوبك على قد اللي عندي. عندي سمكة فلاور بس. طبعا التأكيل ده بيبقى فيه نسبة بروتين حيواني عالي جدا. الدود عموما كله يعني، بس الميل ورم يعني بيعتبر انضفهم. وطبعا هنبقى نتكلم على البلادي ورم ان شاء الله، اللي هو الدود الاحمر، في الحلقات اللي جايه. الميل ورم زي ما انتم شايفين بيبقى ليه ناسه بتبيعه، بتشتريه زي ما انت كده، زي ما انت شايف في علبه زي دي، لا اما علبه اصغر شفافه لا اما علبه اصغر كمان شفافه. بيبقى على حسب الكميات، او ممكن تجيب انت بالنص كيلو بالكيلو على حسب الكلام ده كله. طبعا لو حد محتاج حاجه من الحاجات دي ينورني ويتصل بيا، لو انا عندي كميه متاحه تحت امرك. لو ما عنديش هبعتك لكل الناس العتاوله في المجال بتاع تربيه الدود عموما والانتاج منه. انا طبعا باكل رده. هتلاقوا هنا برضك بواقي، يعني في حاجات رده. وهتلاقوا زي ما انتم شايفين قشور بطاطس، قشر جزر، قشر بطاطس تاني. كان في حتة شريحة طماطم بس سلخة، عشان خاطر المية بتاعتها ما تعملش مشكلة ما تعملش مشكلة أو عفن أو تعمل حاجة في العلبة هنا. فطبعا زي ما انتم شايفين الحاجات دي، طبعا زي ما انتم شايفين الحاجات دي كان فيها جزء من البطاطس. حتى في حاجات بص من كتر التأكيل اتخرمت. والتدويرة اللي هي بتحصل فيها دي يعني بيبان لك ان هي خلاص ملحفة، يعني بالبلدي، يعني ان هو خلاص من كتر التأكيل هم خلاص بهدلوها وهروها. فانا طبعا بشيل الكلام ده، ببدأ اشيله ببدأ اشيله واحط لهم حاجات تانية مكانه، مفيش اي مشكلة. وشغالين في الموضوع ده على طول. بص في حاجات من الردة بتبدأ تطلع ايه، بحط لهم ردة، هما بياكلوا ردة برضك. وبتبدأ عايز تعمل منهم انتاج باستمرار، تعمل منهم انتاج. فعايز تعمل منهم انتاج بيبقى الموضوع سهل جدا، تقدر تعمل منهم انتاج بكل سهولة. انا بس بجيب علبة زي دي كده، اي علبة عندي، مش لازم كوباية كده، اي علبة عندي. وببدأ افرز الدود كل كام يوم. يعني بصوا دي كده شرنقة، حاجة اسمها شرنقة. بصوا بتتحرك ازاي، يبقى هي حية. الشرنقة دي الدودة ما بتقعد دورتها كاملة بتحول لشرنقة. الشرنقة دي باخدها وافصلها احطها ايه في الكوباية. ببدأ اعمل كده باستمرار. اهي شرنقة تانية اهي. في تاني. طبعا بتلاقي كميات رهيبة يوميا زي ما انتم شايفين. انا طبعا ايه يعني ما بتعاملش، حتى في التأكيل بتعامل بالجفت. طبعا في ناس الله اكبر عليهم بيتعاملوا بايديهم مفيش اي مشكلة. هي بس نوع من انواع التأكيل البروتين العالي، فيعني بنبقى لازم ولابد ان احنا نتعامل فيه طالما حاجة هتوفر علينا. عايز اقول لكم ده بكلام فاضي، يعني السعر بتاعه بكلام فاضي. انت ممكن ب100 جنيه تعمل لك وليمة علبة زي دي. وممكن لو انت شاطر شوية تعمل زي ما هقول لك دلوقتي، فكرة ان هو دورة حياة كاملة يبقى عندك. تطلع بقى من عندك بص حتة خيارية اهي. طبعا هما بيبقوا محتاجين اي حاجة فيها رطوبة باستمرار، هما عايزين حاجات فيها رطوبة اهي. بصوا فخلاص شكل مفيش تاني، مش مشكلة. هنبدأ بقى ايه، نبص العلبة، نبدأ نشوف الشرانق. طبعا احنا حطيناها في العلبة دي. بص في حاجات اتحولت خنافس زي شايفين البيضة الصغيرة دي خنفسة. الخنفسة دي طبعا بتقعد وبتاكل وبيتحط لها نفس الأكل تقريبا. وعلى العموم كمان عشان يعني الدود كمان بياكل خاص، لسه كنت مديلهم خاصاية وكلوها. فالخنافس برضك نفس النظام، بيتحط لها
هما تقريبا بقالي هما عندي بتاع اسبوعين، من بداية اول شرنقة لحد ما اتحولت خنفسة زي ما انتوا شايفين. فعشان برضك نبقى احنا عارفين بتتحول امتى، كان في خنفستين هنا، في خنفسة البيضة دي، وفي خنفسة تاني سودا، مش عارف راحت فين، تقريبا تحت الحاجة. فالخنفسة بتاكل طبعا وبتتغذى مش طبعا الشرانق السودا قوي 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 دي خلاص ماتت اهي. الخنفسة التانية البني تحت اهي، تحت اهي قدام البيضة على طول. طبعا انتوا شايفينها، هحاول اعلم لكم عليها. بس. وطبعا بتتحط، وبعد وقت بعد ما بتاكل وبتتغذى كويس بتبدأ ترمي بيض. البيض دوت بيقعد له دورة بردك حياته، وبعد كده بيفقس البيض دوت وبتحول لدود تاني، وتبدأ تنزله هنا وبيكمل تاني ايه الدورة بتاعته، مفيهاش اي مشكلة. فهي الموضوع ماشي كده، من دود يبقى دود اهوت، بعد كده يتحول لشراني، الشراني بيتحول خنافس زي ما انتم شايفين كده، بعد كده الخنافس دي بتجيب بيض، وبتبدأ ايه الموضوع ماشي كده. طبعا يعني بناء على تعليمات واحد صديقي نشكره ونقول له شكرا، ابو العزم بيه. فطبعا هو اللي قال لنا على الفكرة الجميلة دي. هي فكرة تكاد تكون بسيطة وتسهل علينا حاجات كتير. طبعا في حاجات من دي درجين بس، وفي حاجات 3 ادراج، انت مش هتحتاج اكتر من، لو انت عايز تعمل حاجات زي دول كده يبقوا الحاجتين دول بره كده خالص، فمش هتحتاج غير درجين بس، حد ادنى يعني. عشان درج مثلا تحط فيه الخنافس، يبقى انت حاطط الخنافس هنا كده، اول ما الخنافس بتطلع ومخرم دي، انا طبعا هطلع ده دلوقتي، كنت مستني بس الخنافس يعني الشرانق تتحول خنافس. هقطع طبعا كده بقطر حافة كده، طبعا مش كلها يعني، هاجي من هنا كده مثلا، واقطع مثلا، اسيب جزء طبعا عشان احط فيه الشبكة، واعمل له بمسدس شبك طبعا زي ده. الشبك ده بيتجاب من الموانين عادي، من اي ناس بتوع اللي هم حدايد وبويات، وهيتحط هنا كده، وهلزق بقى بالشمع كده كل ده، او هعملها من تحت هنا كده، بحيث ان هي ايه ما تجرحش من فوق، ما يبقاش فيها سطح خشن. ويتحط ايه الخنافس هنا كده ومع الشبك، وارمي لهم كل فتره الاكل بتاعهم على حسب ما بيخلصوه. وطبعا زي ما احنا قلنا لازم يكون في اكل فيه رطوبه، زي الخس يعني والخيار، ده اشبه اسلم حاجه يعني موجوده في كل بيت. ويتحط هنا كده، والخنافس طبعا تبقى عايشه وموجوده. ولو نفذته قبل ما انزل الفيديو هبقى اوريكم برضك الشكل النهائي، والخنافس تعيش وتاكل ومفيش اي مشكله. وطبعا التخريمه دي هتخلي ان تحت ده مفتوح، هتخلي ان هنا كده هينزل بيض ايه، بيض الخنافس، اللي هو بيتحول في الاخر ايه لدود ميل ورم زي ما انتم شايفين. ويتحط البيض هنا، واول ما تيجي تفتح وتلاقي مثلا البيضه دي اتحولت دوده، هتاخد الدوده كده بالجفت وتروح حاططها ايه في العلبه بتاعتها اللي انت حاططها خارجيه، او الطبق او اي حاجه انت عاملها خارجيه. طبعا انا هسيب مسافه ليه، كده كده الادراج دي ممكن تتشال واغير مكانها تحت او فوق زي ما انا عايز، بس انا سايب مسافه فوق عشان لو العدد الخنافس كتر عندي ما بقاش عندي مشكله. لو كتر عادي مش هيبقى في عندي اي مشكله، يبقى ده الدرج بتاع البيض، وهحط هنا الدرج ده خنافس، واروح عامل الدرج اللي فوق ده كمان ايه خنافس. الموضوع زاد عندي اروح فاتح اللي فوقيه كمان، وهكذا. الموضوع يبقى عندي سهل، ويبقى عامل الدود في علبه خارجيه، بحيث ان هو ايه ما يستهلكش مني من الموضوع ده. عايز احطه هنا عادي مفيش مشكله، ممكن احط الدود هنا وفوقيه البيض وفوقيه الخنافس، واسيب ده احتياطي ايه للشرانق، مع ان الشرانق اصلا يعني حجمها ساكن صغير، ما بتتحركش ما بتاكلش ولا تشرب، فمش هيبقى عندي مشكله فيهم. فلا اما احطهم فوق هنا كده مثلا احتياطي، لا اما احط لهم علبه واسندها على هنا كده واخليها خارجيه ما فيهاش اي مشكله. كده كده معاك كل الحلول وكل الطرق، كل الموضوع سهل، بس هي الفكره في التنفيذ ان انت تنفذ ويبقى عندك ايه محصول جيد من الانتاج. زي اهو بصوا شرايح بطاطس اهي، بخلص انا كده كده كلت البطاطس عادي، واجيب الشرايح واحطها لهم هما ايه يتغذوا عليها يعني. كمان هي باقي اللي عندك او فضلات الاكل او الباقي، فانت كده كده مش خسران اي حاجه، انت بتديهم الهالك اللي هو اصلا مش هيتاكل. وابعدوا عن الحاجات المعفنه، يعني مثلا مش بطاطسايه معفنه عندك فتروح مديها لهم، لا، يعني شيل منها الجزء الاسود واستخدم الجزء اللي هو ايه النضيف، حطه لهم عادي هياكلوه مفيش اي مشكله. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ده حنتيرة صاحبي، ده كالفراور هورن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. يعني انا خدته من هو عقلة واحدة، فالموضوع لطيف يعني. هتلاقوا طبعا في مزرعة كيمو بودة في المرج في انتاج رهيب من الفلاور هورن، وهيعجبكم لو انتوا ليكوا في الموضوع او حابين. برضك كلمونا برضك واسألوا على جروب الواتساب بتاع بيبي شارك، هنوصلكم بكل اللي انتوا عايزينه. ده طبعا الدودة اهي، بصوا بدأ يطلع فوق ازاي، شفتوا
طبعا انا بديتها له بس بسهوله كده عشان في الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لكن انا بقعد اشوقه شويه وبنزل له الجفت فبيطلع يعض ايدي. بيمسك مش بيعض ايدي يعني بيطلع يعض في الجفت. الف انا وصحه على قلبك يا حبيب قلبي. عايز حاجه تاني؟ بس فده زي ما انتم شايفين كده، هي دي فكره التاكيل عموما. بتاكل الدود للسمك الشرس. عايز تاكله اوسكار، عايز تاكل الاوسكار اللي عندك، عايز تاكل الفلاور، ايا كان بقى السمكه الشرسه اللي عندك هتاكل منه طبعا بكل سهوله. دلوقتي انا هبدأ جهزت الحاجة اللي هظبط بيها، وقصيت الشبك على قد العلبة بالظبط او الدرج بالظبط، وطبعا قطعت الارض بتاعت البتاع، جبت ملقتش قطر، جبت سكينة وسخنتها وقطعت من تحت وقصيت دي وظبطتها على قد المساحة بالظبط بحيث ما يبقاش عندي فوارق. وهعملها بالشمع دلوقتي، بسخن الشمعة. طبعا عملتها خلاص اهي زي ما انتم شايفين، سيحت من تحت حوالين الاطراف كلها وظبطتها بحيث ان ايه ما يبقاش في اي حاجه ناقصه. وهركب الدرج مكانه، هحطه هنا كده بحيث ان اظبطه. وهتعامل بالجفت طبعا، وجبت معلقه بردك عشان خاطر اعرف اظبط بيها الخنافس اللي هطلعها. هفتح بس كده الاول عشان العمليه تبقى متظبطه، وهجيب العلبه اللي فيها الخنافس وهظبط الدنيا. هجيب معلقه وهنقي بقى، هم خنفستين بس اللي طلعوا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. الفوكس بس يظبط اهي. دي خلاص تقريبا الاتنين بقوا بني. كانت في واحدة في الاول بيضة كده كانتش لسه حولت، بس هما بيوصلوا كده ولما بيكبروا شوية بيتحولوا لاسود. فهنزلها دي كده وهجيب اختها. بعد ما اجيب اختها راح منزلها كمان واحدة واحدة بس كده اهي كده بقى عندي الاتنين. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هما هيعيشوا ويكبروا بيوصلوا تقريبا حجم عقلة وربع تقريبا حد اقصى. عشان كان عندي هس ان هما ممكن يطيروا في اي وقت. بس وبعد كده ياكلوا بقى ذرة، ياكلوا شوفان طبعا في المقام الاول، بس الشوفان غالي جدا يعني غالي دلوقتي. فشوفان وذرة، ومش هياكلوا ردة طبعا بس. وممكن حتة خس صغيرة كده تظبط برضك معاهم الدنيا. ايه تاني بس هنبدأ نشوف بقى كم الشرانق اللي موجودة. الدودة دي وقعت تعالي طبعا صغيرة جدا الدودة دي، تغلب امي. تعالي تعالى. طبعا لما بحاول اكل كل تأكيل على حسب، يعني انا جربت كذا نوع سمك عندي، ما يعني الانجل بس هو اللي راح كل عليه، بس مش اشد حاجة برضك الانجل يعني. ما هو عايز اسماك شرسة عموما زي الفلاور والاوسكار في المقام الاول. في حاجات تانية بقى انواع يعني تذكر من هنا للصبح عادي، بس انا بقول اللي قدام ايدي يعني. فباكلهم على حسب حجم اللي هو هياكلها. كل ما يكبر كل ما ممكن ما تديله دودة اكبر يعني. في الاول لما كنت باكله دودة رفيعة زي اللي وقعت، وبعد كده بقى تديله الدودة الكبيرة الحمد لله. طبعا انا بدور على شرانق اما اشوف هلاقي تاني ولا لا. فين طبعا هبدأ اصفي الكلام ده كله عشان دي كلها بتبقى فضلات. طبعا الكمية اللي طلعتها اللي انتوا شفتوها في الكوباية دي هبدأ ادلوها على الكوباية التانية. دي كلها شرانق المفروض ان هي تحول خنافس ان شاء الله. دلقتهم مع بعض، وطبعا البواقي اللي عاملين زي الرد او التراب دول دي فضلات. هبدأ اجيب شبكة ان شاء الله واصفيها بيهم عشان انضف. بصوا بقى دلوقتي هبدأ العب معاه، وابقى اجيب لكم حتة تصوير بطيء زي دي كده عشان خاطر تشوفوا المتعة دي كده. خلي بالكم تصوير بطيء، هو اسرع من كده بكتير الحمد لله ما شاء الله يعني. انا اجيبها لكم تصوير بطيء شوية. بصوا زي ما دي كده، بصوا بسرع، بص انا بسرع لكم عشان البطيء اللي هيجي دلوقتي. بصوا دي بقى هيبدأ الموضوع ببطء اجيبها لكم عشان خاطر تشوفوا الموضوع هيوصل معاه لحد فين. بص كل ده بطيء، هو كان سريع. بص يبدأ، بص شايفين الجمدان؟ هوب هاتها بقى. شكرا كده الحمد لله. اللهم بارك اللهم بارك. دعواتكم كده. دي نهاية الفيديو. لو في اي حد محتاج اي معلومة يبعت لي ما يكسلش. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.